حرامي دخل بيت واحدة عجوزة لقاها صاحية، راح مصرخ في وشها قال لها انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ فعرفت انه حرامي. قالت له يا ابني باين عليك ان انت ابن ناس ومحترم، لكن الظروف هي اللي اجبرتك على السرقة. اسمع يا ابني، انا عندي فلوس كتير ومجوهرات، خدهم مبروكين عليك وربنا يزيدك، لكن الأمان عليك قبل ما تمشي. أنا كنت بحلم وقمت من النوم مفزوعة وعايزة حد يفسر لي الحلم. فالحرامي قال دي شكلها خرفانة ومش عارفة هي بتقول إيه، أفسر لها الحلم عادي. قالت له أنا كنت بحلم إني ماشية على البحر، وفجأة رجلي اتكعبلت في صخرة وكنت هسقط في البحر، ففضلت أصرخ بصوت عالي وأقول الحقني يا عبود، الحقني يا عبود، تعالى يا عبود. فالحرامي قال لها مين عبود؟ فجأة لقى عبود نازل زي الصاروخ من الدور التاني ومسك الحرامي قاعد يضرب فيه. فالعجوزة قالت له كفاية يا عبود يا ابني، حرام عليك هيموت في ايدك. فالحرامي قال لها سيبيه يضرب، اضرب يا عبود انا استاهل، وانا جاي اسرق ولا افسر احلام.